تيدي روزفلت قال مرة: ليس الناقد هو المهم ولا الرجل الذي يشير إلى كيف يتعثر الرجل القوي، بل يذهب الرصيد إلى الرجل الذي هو بالفعل في الساحة بوجه ملطخ بالتراب والعرق والدم، الذي يكافح ببسالة، الذي في أسوأ الأحوال إن فشل فهو على الأقل يفشل بينما يجسر بشدة، لكي لا يكون مكانه أبدا مع تلك النفوس الباردة الجبانة التي لا تعرف لا النصر ولا حتى الهزيمة. علشان كده قررنا ناخد المخاطرة، الباكج بكل ما فيها من نصر وهزيمة، علشان نكتشف حقيقتنا وهويتنا وقلب رجولتنا. مبسوطين تشاركنا الرحلة في بودكاست راجل لراجل مع ماجد ماهر وأمير طلعت. ماجد ازيك؟ اهلا امير، اخبارك ايه؟ احنا زي الفل، احنا كرجاله لغايه دلوقتي زي الفل، وخصوصا من بعد ما ابتدينا نكتشف في الحلقات اللي فاتت ايه الموضوع وايه اللي حاصل فينا كرجاله خلال الوقت اللي فات. لكن هنكمل كده في حتت ليها علاقه بانه الرجوله بتاعتنا مش شغاله. احنا اكتشفنا الحلقات اللي فاتت انه في رجوله، في معنى للرجوله حقيقي، وينفع نبقى الرجاله اللي اتخلقنا على الصورة اللي خلقنا بيها الله، لكن هي مش شغالة معانا بصراحة. فقلنا نرجع شوية كده لورا، مش بذاكرتنا احنا لكن بذاكرة التاريخ، وتعالى كده نرجع نحكي من البداية. كيف بدأ الرجل؟ مش كيف بدأ الخلق بقى، كيف بدأ الرجل؟ يعني هي مش شغالة ليه؟ هي لما اتعملت ازاي؟ يعني الله لما خلقها كان ايه اصل الموضوع؟ ولما باظ بقينا كده، يعني احنا كنا في حتة وبقينا في حتة، فاحنا كنا فين اصلا؟ الحتة دي صعبة يا امير، لكن هو فعلا ينبغي او لازم ان الراجل يعرف هو جه منين وتكون ازاي. ولما اعرف الحتة دي اقدر افهم من التعليم اللي انا سمعته او من الافكار اللي اتحطت لي اذا كان ده انا استقبلته بطريقة مظبوطة ولا لا. رجالة كتير قوي مننا سمعوا كلام من ابهاتهم وحش، زي انت ابن امك، انت مش نافع، انت عمرك ما هتعمل حاجه كويسه. في حاجات كتيره قوي احنا سمعناها، وجزء مننا من اللي بيسمعونا ومننا احنا كمان قدر يكتشف الموضوع ده والخطه دي والوجع ده. وفي ناس مننا قررت انه لا، يعني الكلام ده كله كان عادي، يعني ما كل الابهات بتعمل كده. لكن لما انا جاي اقول انه ما بحبش الطريقه دي، او ان اللي ابويا عمله ده ما كانش صح، او ان اللي ابويا عمله ده ما كانش افضل حاجه، او انا ما اتربيتش بالطريقه الافضل، او ممكن تقول الخبطه ما جاتش من الاب، لان مرات بيبقى الاب مش موجود اصلا، لكن ممكن يكون العم او الخال، او ممكن يكون المجتمع نفسه. فتخيل بقى لما اجي اقول لك ان الله ابوك وسط كل اللي احنا بنتكلم فيه ده، فهنا بقى بتيجي مزيكا حزيني قوي. يعني حزيني قوي، وهنعيده بقى تاني. وهتيجوا للكلام اللي اتحط على المنابر وان الله بيحبك والكلام ده كله. لكن انا عايز اتكلم عن الله، مش عايز اتكلم ان انا اوعظنا كرجال، لكن عايز اتكلم عن الله وصورته والصفات اللي هي كانت فيه. بما انه الله خلقنا على صورته وعلى شبهه، فاحنا محتاجين قبل ما اعرف هو، يعني عشان اعرف هو خلقني على انهي صورة، محتاج اعرف هو مين بالظبط. فالرحلة اللي احنا هنمشيها دلوقتي مش رحلة وعظ ولا يعني اللي هو بالبلدي بنقول عليه كلام ملزق، معرفش ليه، يعني ما كلام ملزق، لكن احنا هنتكلم اكتر عن الله فعلا بالظبط، الصورة اللي هو عليها، ونستكشف احنا واصلين لفين بالظبط. وفي تجسد الله اللي هو شخص المسيح نتكلم اكتر عن الحته دي. عشان كده انا هطرح سؤال واقول: ايه الصوره اللي بنتخيلها عن المسيح؟ ايه الصوره اللي بنتخيلها عن يسوع لما تفكر كده؟ ولو انا سايق عربيتي النهارده او قاعد بسمع البودكاست ده، ايه الصوره اللي انا بتخيلها؟ الشخص الوديع الهادي اللي ما كانش حد بيسمع صوته، ده اللي بيتقال لنا من زمان ونحن صغيرين يعني، ومحدش بيسمع صوته، ما كانش بيفتعل اي مشاكل، كان جميل لدرجة انه حتى لما مات عادي ما تكلمش وراح مات. مظبوط. فدي الصورة بتاعت المسيح اللي بتقدم لنا. طب وشكل الملاك عامل ازاي؟ يعني الملايكة ده شكلها عامل ازاي؟ انا طول عمري عند تيتا وجده في البيت في صورة كده بيسموها جبلان كده مش عارف ايه، بتجيب لي كده الملايكة تخان كده ومبطبطين وكيوت وماسك سهم كده وواقفين حوالين المسيح في المزود.
بس الكتاب بيتكلم عن السرافيم والكاروبيم، بيتكلم عن ملائكة تقف في وجه أجناد الشر الروحية، بيتكلم عن أسلحة الملائكة، بيتكلم عن لهيب نار، بيتكلم عن فايت أو بلغة الأفلام صراع أو حرب ضروس موجودة. وخلينا هنا سألنا سؤال يعني مهم، يا ترى المسيح من وجهة نظرنا بيشبه مين؟ بيشبه مثلا الأم تريزا، ولا بيشبه ويليام والاس اللي هو الشخصية اللي مثلها ميل جيبسون في فيلم بريف هارت، اللي هو المحارب القوي اللي بياخد المجتمع بتاعه؟ وأنا عايز أخد يعني أقل من دقيقة بس كل واحد فينا يتخيل هو بيشوف شخص المسيح أو يسوع إزاي، صفاته شبه مين فيهم. أنا أقدر أخمن إنه أغلبنا هيروح ناحية الأم تريزا، لأنه كمان إحنا دايما بنتكلم عنها كواحدة عايشة حياة المسيح، لكن ويليام والاس ده راجل محارب وبيحرر بلده ودنيا تانية. لكن أعتقد أقدر أخمن يعني إنه اللي في ذهني واللي في ذهن ناس كتير من اللي بيسمعونا إنه لا، هي الأم تريزا قوي. المفاجأة إن الإجابة بتاعت كل حد فينا بتعتمد. فمثلا المسيح في الكتاب المقدس كان ليه عدة مواقف، فبالنسبة للأبرص المنبوذ المستبعد من المجتمع، الشخص اللي محدش بيلمسه، لما المسيح يروح ويحضنه، ده بالنسبة له المسيح هو الأم تريزا، لأنه هنا الحنان والعطف وإنه دمجه مرة تاني في المجتمع وراح لمسه بالرغم من كل الأمور دي. لو أنا من الكتبة والفريسيين والناس المرائين والناس اللي بتحط سلطة على الشعب والناس اللي بتقول للناس ما ينفعش حد يشفيكم يوم السبت، الست المنحنية الظهر روحوا، وبيحط عليهم القوانين، فأنا بالنسبة لهم ويليام والاس، لأن هو كان بيقف لهم، كان بيتحداهم، كان وكأنه بيشخط فيهم أو كان بينتهرهم باللفظ اللي قاله الكتاب المقدس. ده شخص المسيح. يعني أنا هنا برضو مش عايز واحنا بنسمع الكلام ده ابقى انا ايوه انتوا عايزين توصلوا لايه. انا النهارده بقول حقائق موجوده في الايات اللي في الانجيل اللي يمكن مرات كتير قوي سمعناهاش من على المنابر، انه المسيح قد يكون الام تريزا للناس الضعفاء الواقعين المحتاجين، وقد يكون ويليام والاس او المحارب الشديد العنيف جدا قدام كل لئيم، قدام كل واحد متسلط، قدام كل واحد بيستخدم سلطته في ان هو يضغط على الناس ويتحكم فيهم. فالموضوع مزيج ما بين الاتنين شوية، وعلى حسب كمان انا واقف فين. لكن مش هقدر اروح اصنف انه موضوع هو الام تريزا للاخر 100% او هو طول الوقت ويليام والاس المحارب الثوري 100%، لكن هو مزيج شوية ما بين الاتنين يعني. طبعا وقف عند الكلمات، يعني وقف عند عطف المسيح في المواقف زي مثلا شفاء ابن امرأة نايين، زي الوقوف جنب حماة بطرس وانه يمد ايده ويرفعها، زي كل المعجزات اللي احنا بنقف فيها قدام الكتاب المقدس وبنحس انه ياه ده الناس لو حصلت معاه المعجزات دي يعني اكيد حست بحنان وعطف ومحبة واحتواء المسيح ليهم. لكن كمان اقف قدام قصة الهيكل لما يجدل صوت ويقول لهم بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. تعال بقى نتكلم، ما كان ممكن لا يا يسوع مش بالطريقة الوحشة دي، روح للناس اللي مسؤولة عن الهيكل الفت نظرهم وقول لهم مش أحسن حاجة إنكم تحطوا الحاجات دي، لكنه بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص، ويقلب موائد الصيارفة
وتبقى حالة من الهرج والمرج في الهيكل، ويوقفوا الناس رئيس الهيكل ومستعجبين اللي هو بيعمله، وبسلطان يقوم بهذا. ده بيخلق فايت، بيخلق خناقة، بيخلق موقف، بيخلق تحدي وصراع هنا قدام الشر والخطأ، لكنه يمتلك الحق. وده اللي قلناه في الحلقة اللي فاتت، انه يعلم الحق. رجالة كتير قوي مننا مش عارفين ايه الصح من الغلط، فلما بيجي الموقف اللي انا محتاج اخد فيه موقف انا مش عارف اصلا انا، فباخد موقف ايه؟ الا موقف خايب كده، دافئ مزمع ان اتقيأه. طيب انا عندي كارت شايلهولك غير الست كروت اللي فاتوا. يعني في حلقة من الحلقات كده كنت شايل لك 6 كروت عن اللي بيحصل، لكن في كارت تاني برضه انا هحاول يعني ارفص لغاية اخر لحظة. فانا عندي مشكلة، او هقول انه ممكن حد من الناس اللي بتسمعنا يبقى عنده نفس المشكلة دي، انه هو احنا ليه بنتكلم عن الموضوع ده دلوقتي؟ عن الرجولة. احنا بنتكلم عن صورة الله، وعمالين بنقول انه الله شكله كده ودي صفاته، واحنا مخلوقين على صورته، فانا المفروض ابقى الراجل ده. هو الاكتشاف ده وليد اللحظة. يعني هو احنا كل اللي فاتوا دول كانوا عايشين كده وماشيين في نور الله، معدين في الدنيا كده، واحنا الوحيدين اللي اكتشفنا ده؟ هو ايه؟ هو بيبهت بالتدريج، ولا هو وليد النهارده كده ابتدينا نكتشفه، ولا هو كان موجود من زمان بس محدش بيقوله بصوت عالي؟ ايه بقى هي وليدة اللحظة؟ بغض النظر عن كل اللي احنا سمعناه، هنتكلم الوقت الجاي عن التشوهات والإساءات اللي حصلت من الناس القريبين مننا. بس انت سألتني احنا بدأنا منين؟ احنا بدأنا انه بدأنا نحس ان الرجالة مش قايمة بدورها. النهاردة بدأنا نحس ان ولادنا مش بيكبروا شبعانين من معية الأب ومن وجوده. وعايز اقول لك حاجة هنا مهمة جدا، ان مشكلة كل راجل هي الصلاحية، بمعنى انه عندي رد وعندي اقتناع وعندي ثقة ان انا امتلك المطلوب لأعيش في هذه الحياة. لكن معظمنا بيعاني من الخوف، بيعاني من القلق، بيعاني من انه في غضب، في سيطرة، في شهوة، في حاجات كتيرة قوي بنعاني منها. والحقيقة أساسها هي أن احنا ما تمررش لينا إجابة شافية وافية عن أنت لديك المطلوب. هنيجي للحتة دي وهنيجي عن دور الأب والأم والعيلة، لكن قبليها كنا بنتكلم عن حتة مهمة قوي، اللي هي إحنا من أين أتينا. قلنا إن عشان أقدر أوصل لفهم للرجولة أنا محتاج أو أعيش برجولة، بصفات رجولية كاملة. يعني محتاج أراجع الباشن بتاعي أو الشغف بتاعي، محتاج أرجع للأصل اللي أنا اتخلقت منه، لأن أنا مخلوق مش خالق. وهنيجي للحتة بتاعة العيلة، لكن جوه الحتة بتاعة الخالق أنا مصر أن أنا أكمل على صفات هذا الخالق. مهم قوي أن كل واحد مننا كراجل ياخد باله من الحاجات اللي في الكون. يعني أنت لو اتفرجت على الحيوانات واتفرجت على صراع مثلا الأفيال مع بعض، عن صراع الحيتان، الحقيقة الحياة مليانة بعدوانية وبصراعات وبقوة، حاجات يعني تخلينا نقف قدام الخالق اللي هو صنع هذه الأمور وسط مجتمع النهاردة بينادي بأن كل الأمور دي مش المفروض تكون موجودة. المفاجأة كمان أنه في سفر التكوين يقول بعد هذا الخلق رأى إنه حسن جدا. كل حد في حياتنا بيحاول يعمل كل الحاجات عشان يقلل عنصر المخاطرة. يعني النهاردة كلنا بنحط حزام الأمان، كلنا بنحاول ناخد دواء كوليسترول، كلنا بنهتم بتنظيم الأسرة، كلنا بنحاول نعمل حاجات كتيرة جدا جدا عشان نضمن الظروف اللي احنا بنعيش فيها. المسيح جيب دعوة قوية جدا لتغيير البشرية، وحط الدعوة دي في ايدين ناس غريبة جدا. 2 منهم زنيتين، ناس منهم صيادين، قليل قوي اللي منهم كان متعلم. على فكرة حتى النهاردة الدعوة المسيحية والحياة المسيحية في ايدينا احنا، انا وانت وكل الناس اللي تسمعنا. ده ريسك كبير قوي ان احنا نكون حاملين هذه الرسالة للناس اللي حوالينا، لان انا
وكتير قوي مننا مش فاعلين كفاية، مش واقفين على رجلينا بطريقة كافية. إدراكي إنه ثقة الله وثقة شخص المسيح فيا وإيداعه لهذه الأمور جوايا تخليني زي ما بيقولوا كده أجرو أب، أو تخليني أنضج، أفهم إن أنا محتاج بسرعة أفتش وأفهم علاقتي بهذا الخالق. على فكرة ناس كتير قوي مننا ترى أن الله بعيد أو غير موجود أصلا، أو ما هوش موجود في المعادلة. وده طبعا نتيجة لما نتكلم في الجزء اللي جاي على التربية اللي احنا تربيناها، على دور أبونا وأمنا، والمجتمع حط الحاجات دي كلها. بس اللي أنا بتكلم عنه هنا النهاردة أن أنا برصد شخصية المسيح، برصد شخصية الله في الحياة دي. أتكلم حتى عن المرأة، يعني سبب رغبة المرأة أن يكون عندها جمال لتكشف عنه وإن حد يبتهج بيها وينبسط بيها، ده نفس الكلام اللي الله حتى بيريده مننا. يعني الله يتلذذ بالعلاقة معانا، بيتلذذ يعني على فكرة قصة إن أنا أحصر قضية الخلاص وقضية الصليب وهذه القضية كلها في إنه إحنا نخلص، دي قضية صغيرة قوي. الله بيدور على علاقة، بيدور على علاقة فيها هو يكون أب رجل لنا، يدعمنا، يرشدنا، يخلينا نغامر، يخلينا نستمتع باللي احنا نفسنا نعمله، يخلينا نجرب حاجات جديدة، يخلينا نقوى، يخلينا نخش في معارك سواء ننهزم أو ننتصر. الكون بيقول كده، الحيوانات والغابات والحاجات دي كلها بتقول حاجات زي كده، بتقول ان العالم مش مكان هادي مضمون سليم ما فيهوش عدوانيه، ما فيهوش اي حاجه زي كده. لكن كمان وجود اب محب، وجود اله اتى ليموت لاجلنا، عايز يدعمنا في هذه الامور. دي معلومات اعرفها وانا محتاج اعرفها واحنا محتاجين نفهمها، ان ده ببساطة كده في حد بيأوفر أو بيعرض إنه يمشي معانا السكة دي وهو مشيها قبلنا. طب يا ماجد، انت كلمتني عن المعركة وعن المخاطرة، المغامرة اللي بيعيشها المسيح واللي حصلت واللي انا بشوفها في الصورة الأصلية بتاعتي، لكن في حتة كده عايز اقف عندها قبل ما ننقل للحتة الثالثة اللي هي الأميرة. فانا لسه عايز اشوف الله انقذ ايه وكده، يعني متشوق ندخل في الحتة دي. بس أيوة. في حتة المغامرة في كتاب رجولة قلب واللي احنا بنحكي منه اغلب كلامنا، كان بيقول جملة كده، بيقول انه العالم اللي صنعه الله عالم بيتطلب مننا ان احنا نعيش المخاطرة، لان الله يريدنا ان نعيش الايمان. حلو قوي الحتة دي، وده جزء مهم جدا، انه احنا مفيش راجل مننا يقدر يتجنب المخاطرة. يعني بيقولوا كده مرات انه life is not fair، او ان الحياة غير عادلة، ان دايما المشاكل هتكون موجودة. فأي راجل مننا هيقرر انه ينفصل عن الحتة دي او يخلق عالم تاني هو يضمن فيه كل الامور، هو الحقيقة بينسحب، بيكون رجل غير فاعل، بيحاول يقلل حجم الحاجات اللي يخش فيها او المشاكل او القرارات او المواقف، فبالتالي بيموت. وبيكون المجتمع اللي حواليه والناس اللي هو بيعيش معاهم والحتة اللي حواليه دي كلها شعارين بخواء نتيجة ان هو ما بيقومش بدوره ده. وهنا بيجي الجزء التاني اللي هو الإيمان، إنه الإيمان ما بيوعدش إن الحاجات تبقى أحسن. يعني في آية كده بتقول في مزمور 23 اللي هو بدايته الرب رعايا، إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. بس كده يعني يعني الطريق هيفضل فيه ناس ميتين وإنها ريحته صعبة وحاجات مرعبة، لكن معية الله، صحبة الله، ده بقى السؤال اللي أنا أسأله ليا وليك وكل الرجالة. إحنا فين من الحتة دي؟ قد إيه في مصالحة بيني وبين الله الرجل، وفي خلقته ليا أنا كذكر على صورته، أنا قد إيه أنا وهو منسجمين، أنا قادر أفهم إن هو عايزني في المغامرة
وعايز يساعدني فيها، عايزني في الصراع اللي انا بصارعه، وعايز يقويني فيه بالرغم ان النتائج غير مضمونة. وهو ده الإيمان. علشان كده في جملة عجبتني برضو في الكتاب بتقول انه محاولة التوفيق ما بين سيادة الله والإرادة الحرة للإنسان أدت إلى إرباك الكنيسة لزمن طويل. انه احنا الصراع بتاع انه هو السيادة المطلقة وانا خلاص مش هدخل اي مغامرة فانا تمام، ولا انا هدخل مغامرة فانا معايا انا السلطان كله، فانا اللي ابقى لازم كنترول على كل صغيرة وكبيرة وانا عارف اولها من اخرها، مش هدخل مغامرة مش محسوبة، مش هحط المعادلة بتاعت الإيمان في الموضوع، مش هحط العنصر ده في المعادلة انه في حاجة اسمها الإيمان وتدخل الله، فانه يا ده يا ده. انا حاولت اهرب من الحتة دي بس انت يعني مش عارف انت جبتها منين، بس هو دي حتة قضية مهمة جدا اللي هي حتة انا بعيش في الحياة كملك ولا بعيش كوكيل او كستيورد. يعني وهو ده الصراع. يعني انا بقول انه في عزومة الحية على آدم وحواء في القصة اللي في التكوين ان هم ياكلوا من الثمرة، دي عزومة ان هم يتحولوا من وكلة عن العمل الى ان هم اصحاب العمل، لانه الفكرة كلها فتصيران كالله عارفان الخير والشر. ودي ليها تبعيات، والتبعيات مش عقاب من الله، دي تبعيات حقيقية. يعني انت غيرت في المنظومة، انا امكانياتي ان انا اكون وكيل، فانت اديتني ان انا اكون ملك، فلما بخفق لما ببوظ الدنيا ده مش عقاب من الله، ده حدود امكانياتي، ما بقيتش قادر اعمل العمل ده. الارتباك اللي حاصل انه في ناس تقول انه ما دام عرفنا ربنا وما دام هنمشي سكة مع ربنا الخير بقى، ننجح بقى في شغلنا ويبقى عندنا فلوس، الحياة كلها حلوة ووردي وخلاص بقى. بالظبط كده. او انه انا عشان هعيش مع ربنا، خلي بالك انت هتدفع الثمن وهتموت عشان المسيح، ويعني يا تنتن يا تنتان. لا، انا بعيش مع الله مدرك ان انا وكيل، يعني مدرك انه عنده غرض من حياتي انا بحياه، وفي نفس الوقت لما الدنيا بتبوظ بقول له نعمل ايه في الموقف ده، عايزني اتصرف ازاي. مش تعالى حللي، تعالى حسن لي حياتي، تعالى اديني فلوس، تعالى خد بالك من عيالي، يعني وكأني انا موجود وهو بيعالج لي، يعني بيحاول يخليني اجيب سكور عالي. يعني هي دي الحتة الرهيبة اللي انت اتكلمت فيها دلوقتي. طيب احنا شفنا الله في المعارك وشفنا الله في المغامرة، فالمسيح اللي عنده معركة وعنده مغامرة، فين الأميرة اللي بينقذها؟ لو أنا كراجل عندي 3 رغبات دفينة واخدهم من الصورة الأصلية اللي أنا مخلوق عليها وصورة الله، فأنا شفت المعركة شفت المغامرة، لكن فين الأميرة اللي بينقذها؟ يعني أنا اتفقنا أنه أنا كراجل دلوقتي مش بحارب بس كده لمجرد الحرب، لكن بحارب من أجل، ففين بقى الصراع بتاع من أجل؟ الحتة دي جميلة جدا، بس أنا هكون يعني مختصر ومركز فيها. أنا هكلمك عن 3 حاجات. أنا هتكلمك عن الخليقة وجمال الخليقة. يعني النهاردة أي 2 بيقرروا يتجوزوا وبعدين يقول لك هنروح الهانيمون أو اللي هو شهر العسل، بيدوروا على أماكن خلابة يروحوها. احنا بننسى ان الاماكن احنا بنقعد ندور ان احنا نختار احسن حته، ورحنا البهامس ورحنا مش عارف فين او شو، رحنا شرم الشيخ او رحنا الغردقه الحاجات دي كلها خليقه الله. هذا الجمال هو خليقه الله. يعني وانا في المكان ده، وانا قدام البحر، وانا قدام حاجه شكلها حلو، قدام شجره شكلها جميل، انا محتاج ادرك ان هذه الرومانسية أو هذا الجو المهيئ للرومانسية هو خليقة الله. أعطاه الإنسان عشان يستمتع، عشان ينبسط، عشان يفرح، عشان يشعر بالجمال وبالرومانسية ويتحرك قلبه ويهدى، وكل الحاجات اللي احنا عارفينها في الأماكن الخلابة دي. فدي الطبيعة بتتكلم عن جمال الله، حتى في الجبال، حتى في الصحراء، حتى في الأعماق، كل الحاجات جميلة جمال
ما اقدرش اغمض عيني كده على ان هذا الجمال هو صنيعة الله. احنا عارفين الكلام ده بس بننسى ندركه واحنا وسطيه. الحاجة الثانية اتكلم على جزء من سفر نشيد الأنشاد، وده جزء في ناس كتير قوي ما بتحبش تتكلم عنه. في ناس قالت يا جماعة ده الملك بيحب في مراته، احنا مالنا. بس الجزء ده جوه الكتاب المقدس اللي بين ايدينا. ولو حكيت لك على إصحاح 4 مثلا بيشرح جمال المرأة بكل التفاصيل وبكل يعني غزل احنا يعني ممكن نتكسف حتى نتكلم عنه بصوت عالي. لكن قلب الله الرومانسي، الغريزة اللي جوانا، الميل ناحية الجنس الآخر، الحتة دي كلها، استمتاعي بشريك حياتي واستمتاعه بيا، ده جزء الله بيدعمه بيباركه. مش زي ما الميديا بتقول ان ده يعني فيلم من الافلام يقول لها مراته بتقول له انت عايز تقعد معايا لوحدي ليه، فهو بيعكسه له كل في دماغك نجاسه وحاجات قله ادب. الميديا بتقول ان الجنس والرومانس والعلاقه بين الرجل والمراه جنس وحاجات قله ادب وخليعه وحاجات كده. نو اتس نوت. دي حاجه مقدسه، حاجه اعطاها الله الانسان وعايزه يستمتع بيها. ودي على فكره تفرق كتير قوي 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 في حياه كتير قوي من الناس المتجوزين، وتفرق كتير قوي في حياه ناس من الناس اللي لسه ما اتجوزتش وبتفكر ازاي في الجنس. لكن كمان هشاركك بآية وحيدة واسمح لي أراها في أشعياء 62:1-5 بتقول من أجل صهيون لا أسكت ومن أجل أورشليم لا أهدأ حتى يخرج برها كضياء وخلاصها كمصباح يتقد وكفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك. في إصرار هنا، إصرار من الله لافتقاد شعبه. ولازم يكون كل واحد مننا عنده إصرار إن زوجته أو شريكة حياته أو خطيبته أو الإنسانة اللي هو بيحبها إنها تبقى كويسة، إنها تفتقد. وأسأل هنا كم حد فينا عمره بيفكر إنه يصلي من أجل حماية زوجته وحمايتها نفسيا وروحيا؟ كم حد فينا بياخد باله انه يصلي عشان حياة عياله ومستقبلهم؟ احنا كلنا بنحاول نأمن لهم مستقبلهم ونجيب لهم فلوس ونجيب لهم مش عارف ايه، او بنحاول يبقوا في احسن حال ويبقوا مرضيين. لكن كام حد فينا يصلي لأجل افتقادهم؟ وافتقادهم مش بس الروحي لكن حمايتهم جسديا، حمايتهم نفسيا. كم حد فينا عنده هذا الإصرار؟ كم حد فينا يقدر يبقى عنده الحساسية انه انا مراتي اليومين دول مكتئبة او نفسيا محبطة او عندها مشاكل جامدة جدا في الشغل مش طبيعية محتاجة صلاة؟ أو دي حتة مهمة جدا في الجزء الرومانسي ما بين الرجل والمرأة يقوم بها المسيح في الخروج بره ذاته، في افتقاد شعبه أو في افتقاد الكنيسة بالصورة القوية دي. يعني أنا قاعد منبهر إنه المفاهيم دي مش كتير بنتكلم عنها، نادرا لما سمعناها، ويمكن غالبا ما اتسمعتش قبل كده. فعلشان كده واحنا بنقرب من نهاية الحلقة أتمنى إنه وانت بتسمعني ابعت لنا كده وقول لنا انت فعلا الكلام ده جديد عليك، فرق معاك في حاجة، نور حتة كده جوه عقلك، ولا الكلام حسه عادي وعظ مش فارق عن غيره. اعتقد انه يعني اتولد كده جوانا شوية حماس انه على الاقل انا عايز ادور اكتر عن صورة الاله ده اللي خلقني بالشكل ده، الصورة اللي اتدفنت. وهختم بمقولة لجورج ماكدونالد بيقول كده: انت هو حياتي، انا الغدير وانت المنبع، ولان عينيك مفتوحتان استطيع ان ارى، ولانك انت فلذلك انا ما انا. دي من مذكراته القديمة. لو الحلقة عجبتك أشجعك تشاركها مع أصحابك وتكمل تتابعنا على بودكاست راجل لراجل. تابعنا على أي منصة أنت بتسمعنا عليها دلوقت. نقابلك الحلقة الجديدة مع ماجد وأمير.